جزيرة في نص البحر محاطة بالجمال والرفاهية، بس من جوه هي مسرح للجريمة لأكبر شبكة استغلال في التاريخ. جزيرة جيفري إبستين، المكان اللي اجتمع فيه أقوى رجال العالم عشان يعملوا اللي ما يتخيلهوش عقل بشري. والسؤال هنا، ايه اللي كان بيحصل جوه المعبد اللي في قلب الجزيرة؟ وليه سر أبستين مات معاه في الزنزانة بتاعته؟ النهاردة في 5 جد هنكشف أسرار جزيرة العار. إبستين ده بدأ حياته مدرس رياضة في مدرسة عيال أغنياء، وهو أصلا ما كانش معاه جامعة، بس كان حاوي ولسانه حلو. ما كانش زي بيل جيتس ولا إيلون ماسك عنده شركة بتنتج حاجة، هو كان بيقول إنه هو مدير أعمال. بس الغريبة إنه ما كانش عنده غير عميل واحد رسمي ومعروف، وهو الملياردير ليسلي ويكسنر، وده بقى كان صاحب براند فيكتوريا سيكريت. ويكسنر ده عطاله توكيل عام يدير كل ممتلكاته، وده شيء مش منطقي في عالم البيزنس. وده اللي خلى الناس تقول إن إبستين ما كانش مدير أموال، ده كان مستودع أسرار أو بيقوم بمهمات تانية خالص هي اللي جابت له الثروة دي كلها. وعشان تدخل وسط رؤساء أمريكا وعيلة الملكة إليزابيث محتاج كارت إرهاب أو كارت إغراء. بالنسبة لكارت الإغراء، إن هو كان بيوفر لهم الرفاهية المطلقة، طيارات خاصة وجزيرة بعيدة عن عيون الصحافة. أما كارت الإرهاب وده الأرجح، إن هو كان صياد شاطر، كان بيعرف نقطة ضعف الناس دي ويجرهم لجزيرته، وهناك الفخ بيكون منصوب ليهم والكاميرات بتاعته في كل حتة، وكل اللي بيحصل متسجل. طيب في سؤال هنا، هو كان وجه لمين اصلا؟ والله بص، هو في كلام كتير بس مفيش دليل قاطع عليه. ان إبستين ده ما كانش شغال لحسابه، ده كان عميل او وسيط لجهات مخابراتية، والهدف ان هو يجمع معلومات وادلة ضد اقوى رجالة في العالم عشان يتم التحكم فيهم فيما بعد. وده يفسر ليه مصدر الثروة بتاعته مبهم، وليه الرؤساء كانوا بيجروا وراه. يعني من الاخر كده كان ماسك عليهم زلات، واللي يمسك زل على رئيس او امير يبقى كأنه ملك الدنيا وما فيها. إبستين اشترى جزيرة، والجزيرة دي في جزر العذراء الأمريكية، يعني في قلب الكاريبي. إبستين اشتراها عشان تبقى مملكته الخاصة، وميزة المكان ده انه كان منعزل تماما، مفيش صحافة ولا رقابة، واللي بيدخل هناك بيسيب ضميره وقانون بلده على المركب بره. والمكان ده كان مجهز بأحدث وسائل الراحة، بس الراحة اللي من النوع المشبوه. وعشان تروح الجزيرة دي كان لازم تركب طيارته الخاصة بوينج 727، والناس سموها لوليتا اكسبريس. والطيارة دي ما كانتش مجرد وسيلة مواصلات، دي كانت صندوق اسود طاير. السجلات بتاعت الطيارة دي هي اللي فضحت الدنيا كلها، لأنها كانت مكتوب فيها أسماء تقيلة جدا، رؤساء وعلماء وفنانين كمان. الطيارة دي كانت متجهزة بطريقة تخلي الضيوف يحسوا إن هم فوق القانون، وبتبدأ الرحلة والحفلة من أول ما الطيارة تعلى في الجو لحد ما توصل للجزيرة. وأغرب حاجة بناها إبستين على الجزيرة كان مبنى شكله شبه المعابد اليونانية، ومحدش كان عارف ده إيه بالظبط. في ناس قالت إن ده زي مرصد كده، وناس قالت دي قاعة اجتماعات سرية، بس الإشاعات كانت بتقول إن المبنى ده كان أوضة عمليات. الكاميرات والتسجيلات ومن تحتيه في أنفاق وممرات سرية، شكل المبنى لوحده كان يخليك تحس إن في طقوس غريبة بتحصل هناك. الجزيرة دي ما كانتش بتمشي بموظفين عاديين، دي كانت عاملة شبه خلية نحل من الضحايا اللي بيتم نقلهم بالطيارة. المشاهير كانوا بيروحوا هناك وهم عارفين ان طلباتهم كلها اوامر، ومحدش هناك هيحاسبهم. إبستين كان بيقدم لضيوفه الخصوصية والمتعة والسرية التامة. طب والمقابل؟ المقابل ان هو بقى شريك معاهم في الغلط، يعني لو انا وقعت كلكم هتقعوا معايا. وهنا نوصل للقائمة السوداء المرعبة، وعشان تعرفوا ليه مرعبة تخيلوا معايا ان جيفري إبستين كان قاعد في نص شبكة ضخمة خيوطها واصلة لواشنطن ولندن وباريس، وفي ايديه اليمين كانت جزيرة ليتل سانت جيمز اللي هي المصيدة، وفي ايديه الشمال كان الكتاب الاسود اللي هو سجل الضحايا بتاع الناس الكبيرة. والحكاية بتبدأ لما إبستين يقرر يصطاد وزير او امير او ملياردير. ما كانش بيبعت له دعوة عادية، ده بيبعت له لوليتا اكسبريس لحد عنده. وأول ما الضيف التقيل ده يحط رجله في الطيارة اسمه بيتسجل أوتوماتيك في الكتاب الأسود، ومن اللحظة دي هو ما بقاش مجرد ضيف، هو بقى مشروع زلة. الضيف ده يوصل الجزيرة ويشوف الرفاهية اللي ملقاهاش في بلده، ويلاقي نفسه في دولة جوه دولة ما فيهاش حساب. هنا إبستين يبدأ يفتح دفاتره ويقدم للضيف كل أنواع المتعة المحرمة، والضيف يغرق وهو فاكر ان مفيش حد شايفه، لكن الحقيقة ان الكاميرات اللي حكينا عليها في المعبد الغريب كانت بتسجل كل همسة وكل ضحكة وكل غلطة، كانت بتتحول لسطر جديد في الكتاب الاسود. طب ليه ما كانش حد يقدر يقول له لأ؟ تخيل كده ان رئيس دولة او شخصية عامة عايزة تاخد قرار سياسي مهم، وفجأة يجيلها تليفون من إبستين: يا سيادة الرئيس، فاكر ليلتك في الجزيرة؟ تحب نتفرج على الفيديو سوا؟
وهنا بقى يظهر سر الملياردير الغامض اللي ملوش مصدر للثروة بتاعته. الثروة ما كانتش بتيجي من البورصة، دي كانت بتيجي من سكوت الناس الكبيرة. الفلوس كانت بتدخل عليه عشان يفضل الكتاب الأسود مقفول، وعشان الكاميرات اللي في الجزيرة ما تطلعش فيديوهاتها للنور. والخيط كله بدأ من بنت اسمها فيرجينيا، ودي ما كانتش مجرد ضحية، دي كانت القنبلة اللي انفجرت في وش إبستين. فيرجينيا حكت إن وهي عندها 17 سنة تم استدراجها لشبكة إبستين، والأهم من كده إنها قالت بالاسم أنا تم إجباري على علاقة مع الأمير أندرو. وهنا العالم كله انتبه، دي مش مجرد فضيحة الملياردير، دي جريمة دولية فيها أطراف من العائلات المالكة. والحقيقة إن صرخة فيرجينيا شجعت عشرات البنات التانيين إن هم يتكلموا، وبدأوا يحكوا عن سيستم الاستعباد اللي كان بيحصل في بيوت إبستين. وفي 2018 جريدة ميامي نشرت تحقيق مرعب، إن التحقيق ده كشف إن إبستين كان اتقبض عليه زمان في 2008، بس الناس الكبيرة اتدخلوا وطلعوه باتفاقية صلح مضحكة، وخلت العالم يسأل مين اللي بيحمي الراجل ده. ومع الضغط الشعبي والصحفي الموضوع زاد، والنيابة في نيويورك ما قدرتش تسكت، واضطروا إن هم يفتحوا الملفات القديمة والجديدة. إبستين كان فاكر إن هو لسه فوق القانون، كان راجع من باريس لنيويورك بطيارته الخاصة، وفاكر إن أصحابه في واشنطن هيخلصوه زي كل مرة. وأول ما الطيارة لمست الأرض لقى ال FBI مستنينه بالكلبشات، وفي اللحظة دي الخيط اتفك بجد. الأمن اقتحم قصره في منهاتن ولقوا كنز من الأدلة، آلاف الصور، سيديهات عليها أسماء، وخزنة فيها باسبورات مزورة وماس وألماس كمان. وتخيلوا كده حال الناس التقيلة اللي في الكتاب الأسود أول ما سمعوا خبر القبض عليه. عندكم مثلا بيل كلينتون طلع بيان بسرعة يقول أنا معرفش حاجة عن جرايمه وما عملتش حاجة غلط. أما بالنسبة للأمير أندرو حاول يدافع عن نفسه في مقابلة تلفزيونية تاريخية وطلعت كارثية، لأن ليه صور اتسربت مع بنت قاصر وخسرت عيلة الملكة هيبتها. أما بالنسبة للعلماء والسياسيين بدأوا يمسحوا أساميهم من أي سجلات تربطهم بيه. الكل كان مرعوب إن إبستين يبيعهم للنيابة عشان يخفف الحكم عن نفسه. السكات اللي كان بيشتريه بالفلوس والابتزاز بقى مهدد إن هو يتحول لاعترافات علنية. حتى ترامب اللي كان بيقول إن إبستين بيحب الستات الحلوة قبل ما تحصل المشاكل ويقول أنا معرفوش. وفي أغسطس 2019 وإبستين مستني المحاكمة في سجن نيويورك حصلت المعجزة اللي ريحت الناس الكبيرة دول كلهم. الكاميرات اللي قدام زنزانته اتعطلت فجأة، والحراس اللي المفروض بيراقبوه ناموا كمان فجأة، وإبستين لقوه مشنوق بهدومه. موت إبستين كان هو المقص اللي قطع الخيط قبل ما يوصل لرقاب الناس الكبيرة. وأول ما مات القضية الجنائية ضده اتقفلت، وسكت اللسان اللي كان هيقول مين كان بيعمل إيه في الجزيرة دي. واللي لبس في الحوار كان بيل كلينتون اللي صورته وهو متصور مع إبستين لسه عاملة قلق. والأمير أندرو ابن ملكة إنجلترا، وده اللي لبس في الحيط فعلا بجد، واتشالت منه ألقابه بسبب السيرة دي. لحد من يومين تم الإفراج عن وثائق سرية فيها أسماء ناس تقيلة كانت بتزور الجزيرة دي، وهناخدهم مع بعض دلوقتي ونتكلم فيهم. وبعد ما الوثائق دي ظهرت بيل جيتس طلع نفى الكلام ده بالكامل واعتبره كذب وتشويه، وان اللي بتظهره الرسائل هو احباط إبستين من ان هو يبقى صاحبه. وخد الصدمة الكبيرة كمان، الملفات الجديدة جابت سيرة اسماء تانية من بينهم اسم كيفن وارش اللي هو ترامب لسه مرشحه من كام يوم لرئيس البنك الفيدرالي الامريكي. حتى الامير أندرو اللي هو امير العائلة المالكة في بريطانيا، الامير ظهر في بعض الصور وهو منحني على واحدة ست نايمة على الارض وشكلها كانت فاقدة الوعي. وبعد ما الصور دي ظهرت بعض الصحف أعادت ذكر اتهامات سابقة للأمير من واحدة من الضحايا اسمها فيرجينيا اللي اتكلمنا عليها من شوية، والأمير كان نفى الاتهامات دي كلها برغم انه بعدها تم تجريده من منصبه وألقابه الملكية. كمان صحيفة التلجراف البريطانية نشرت تفاصيل عن مراسلات إلكترونية سنة 2002 بين ميلينا ترامب زوجة الرئيس ترامب وبين جيسلين ماكسويل شريكة إبستين والقوادة اللي كانت بتوفر البنات كلهم. والمراسلات دي ظهر فيها ود واضح ما بين الاتنين، وإشادة من ميلينا بمقال في نيويورك مجازين عن إبستين. وحسب الصحيفة فالوثائق بتذكر إن ميلينا ظهرت في صور مع جيسلين ماكسويل 3 مرات ومع إبستين مرة واحدة على الأقل جنب ترامب، وده بيوضح إن إبستين كان على علاقة كبيرة بعيلة ترامب من زمان. وطبعا ده مش كل حاجة، أنا بقول لكم ملايين الوثائق وفي حاجات كمان جاي فيها ذكر المسؤولين من دولة عربية، ودول هنتكلم عليهم في فيديو تاني. أنا محمد وحكيت لكم الحكاية زي ما هي، ومستنى أسمع رأيكم في التعليقات، والأيام اللي جاية هنتكلم عن حكايات أكتر.